الجزء الثالث، أسرار الجعران. منصور بيرجع لعم سعيد وبيقوله على اللي حصل، وبيحكي له عن العلامة اللي على البطانية. عم سعيد بيقول له دي مش بطانية، دي نسيج فرعوني مقدس اسمه نسيج رع، بيحمي من الظلام ويدي قوة نور. بس القوة دي بدأت تستهلك منه كتير جدا. لو انت شايف ان منصور يستاهل الدعم، اعمل لايك واشترك في القناة وصلي على النبي. وبتبدأ المواجهة التانية في معابد الكرنك، وسوبرمان المصري بيستخدم كل قوته عشان يقفل البوابة. وبيروحوا لمعبد قديم في الأقصر، وهناك بيكتشفوا إن منصور هو الفرعون المختار اللي اتنبأت بيه برديات قديمة عشان ينقذ مصر من الظل الأبدي. لكن الدكتور رمزي مش ساكت، بيفتح بوابة من العوالم المظلمة وبيحرر كائن اسمه حتحور المظلم، شيطان قديم بيكره النور. الجزء الرابع فيه مفاجأة تقلب الموازين. منصور بيرجع لعم سعيد وبيقوله على اللي حصل، وبيحكي له عن العلامة اللي على البطانية. وبيروحوا لمعبد قديم في الأقصر، وهناك بيكتشفوا إن منصور هو الفرعون المختار اللي تنبأت بيه برديات قديمة عشان ينقذ مصر من الظل الأبدي. لكن الدكتور رمزي مش ساكت، بيفتح بوابة من العوالم المظلمة وبيحرر كائن اسمه حتحور المظلم، شيطان قديم بيكره النور. وبتبدأ المواجهة التانية في معابد الكرنك، وسوبرمان المصري بيستخدم كل قوته عشان يقفل البوابة. بس القوة دي بدأت تستهلك منه كتير جدا. لو انت شايف ان منصور يستاهل الدعم، اعمل لايك واشترك في القناة وصلي على النبي. الجزء الرابع فيه مفاجأة تقلب الموازين.